تعال اقول لك ليه التيك توك ماسوني وليه الماسونية بتصرف عليه ملايين. الموضوع مش مجرد تطبيق، ده سلاح بيكسر عقولنا ويهد بيوتنا. لو لسه فاكر ان هو تسلية، ركز معايا يا صاحبي. اشترك في قناة هاروت اكس وفعل الجرس عشان تعرف اسرار العالم اللي محدش بيحكي لك عنها. بص يا صاحبي، الماسونية زمان كانت محتاجة حروب عشان تسيطر على الشعوب. النهاردة مش محتاجة رصاصة، عندها تيك توك وبيجو لايف وكل التطبيقات اللي بتحسسك انك عايش في مولد وصاحبه غايب. بيلعبوا على دماغك، بيخلوا ناس فاضية مش متعلمة تبقى نجوم وتلم فلوس، بينما انت اللي بتدفع وتشوف وتضيع وقتك. ليه تتعب وتتعلم؟ ليه تكون محترم؟ ليه تراعي اهلك؟ ما هو خلاص النموذج اللي بيسوقولك ان اللي بيعمل قذارة اجتماعية بقى مشهور، واللي بيشتم اهله بقى ترند، واللي بيرقص نص رقصات مخلة بقى انفلونسر. انت فاهم؟ ده مش صدفة، دي خطة ماسونية لتدمير الاخلاق واحدة واحدة من غير ما تلاحظ. كل حاجة ماشية بذكاء نفسي مدروس، يغريك انك تدخل ترمي فلوس عشان تبان كريم، يبرمجوا دماغك ان الانحلال حاجة عادية، يخلوك تقلد الفاشلين وتسيء شو. الموضوع اكبر من مجرد فيديوهات سخيفة، ده مشروع ابليسي بيفسد المجتمع كله. سرقة، مخدرات، انتحار، رذيلة، وكل ده وانت ماسك الموبايل ومش داري. وعلى فكرة، في ناس بتوع الدارك ويب دخلوا على التيك توك، غسيل اموال، تجارة مخدرات ودعارة، والماسونية كأنها بتقول لهم تعالوا عندنا المكان المناسب. المصيبة ان شبابنا وبناتنا بيتعلموا وبيقلدوه، مش بس بيضربوا جيلنا الحالي، لا، ده بيهدموا الاجيال اللي جايه كلها. يا راجل، ده تفكير شيطاني، مش ممكن يبقى في خطة اوسخ من كده. وده كان جزء بسيط من اللي بيحصل، ولسه في كلام اخطر واعمق في الاجزاء الجايه. لو عاوز تعرف باقي الاسرار وتفهم اللعبه على حقيقتها، اشترك في قناه هاروت اكس وفعل الجرس، وخليك صاحي، لان اللي بيحصل حوالينا مش هزار.